نقول بسم الله على نحو أزهر أولى إعدادي، يلا بينا. وبعد ما خدنا الجزء الاولاني من الدرس الثاني اللي هو اقسام المياه، هنبدا بقى هناخد بقى الجزء الثاني اللي هو ما الذي يستثنى من الماء المتنجس، اللي هو النوع الاولاني القليل. طبعا احنا اتكلمنا وقلنا ان الميه لو قليله يبقى ساعتها الميه بتاعتي لو قليله ونزل فيها نجاسه، النجاسه دي بسيطه، يبقى ساعتها طالما النجاسه بسيطه يبقى كده عادي دي طاهره. لكن لو نزل في الميه القليله دي نجاسه كتيره يبقى الميه مش طاهره. هنا بقى السؤال المهم واللي بيجي في الامتحان، لو الميه القليله دي نزل فيها دبانه او نحلايه، في حاجه من الاتنين، لو انت اللي نزلتها يبقى ميه مش طاهره، لو هي اللي نزلت بنفسها بان هي وقعت في الميه او رياح رمتها، اي هوا رموها، بس خلي بالك الميه تكون طاهره بس بشرط واحد بس، ان الميه لا لونها ولا طعمها ولا ريحتها تتغير. يبقى الهري ده كله كده ان الميه القليله لو نزل فيها ذبابه او نزل فيها طير، هو اللي نزل بنفسه او الريح رمته، هقول له ساعتها الميه بتاعتي طاهره، الا ان زي انا لو انا اللي حطيتها بنفسي يبقى ليه مش طاهره. طيب، وكذلك النجاسه التي لا يراها الانسان ببصره المعتدل. انت دلوقتي في نجاسه احنا ما نعرفش نشوفها، يعني مثلا لو جبت لك كشاف بتاع النور هتلاقي فيه شويه تراب كده انت مش شايفه، مثلا لو نزلوا في الميه انت لاحظت لو منوره الكشاف كده، لو نزل في الميه مش هنلاقي اي نجاسه، يبقى له ساعتها النجاسه اللي انت ما بتشوفهاش ببصرك يبقى دي مش نجسه، الميه مش نجسة. يبقى السؤال بتاع الامتحان بيقول لي ما حكم الماء القليل إذا وقعت فيه ميتة لا يسيل دمها؟ يعني إيه مس؟ يعني زي النملة زي النحلة جت لما تموت ملهاش دم. قال لك وإذا وقعت بنفسها في المية ماشي كده، أو مثلا ريح هي اللي رمتها، أقول له ساعتها المية بتاعتي طاهرة. وندخل بقى الحتة التانية، قال لك هنا جلود. لما نيجي دلوقتي نذبح مثلا خروف، نذبح خروف، الخروف ده بيطلع منه الجلد ده بنطهره بنطهره بكلمه واحده بس اللي هي الدبغ. بنطهر من جوه ونطهر من بره ظاهرا وباطنا. وخلي بالك بيستوي في ذلك لحم الميتة ما يؤكل لحمه. يعني ميتة ما يؤكل لحمه يعني البقر والغنم، ما قلتش الخروف بس، ما قلتش البقر بس، ما قلتش الغنم بس، تمام؟ الا الجلد الوحيد اللي ما ينفعش مهما طهرت فيه هو نجس، الكلب والخنزير. الكلب والخنزير الاثنين دول نجسين مستحيل يتطهروا. يبقى ما الجلود اللي تطهر بالدباغ وما التي لا تطهر؟ اللي تطهر بالدباغ هقول له اللي هي ميتة ما يؤكل لحمه. زي لو نزلت تحت كده بصوا معايا العلامه دي معناها ان في تحت هنا كده رقم 1 تحت اهو، هقول له ان الاصل ان اي ميته نجسه، لكن يمس سواء كان بقى اللي بياكل لحمه البقر والغنم او لا ياكل لحمه زي الحمير، خلاص كده الحمير والكلب والخنزير ما ينفعش ان احنا نطهرها، لكن الغنم والبقر والماعز ينفع ان احنا نطهرها. طيب مس اسال سؤال، هو احنا تعريف يعني ايه دبغ؟ انت قلت لي دبغ، يعني ايه كلمه دبغ؟ يعني سيادتك لما نذبح يعني لما نذبح خروف او نذبح مثلا عجل، هتلاقي الجلد بتاع العجل ده فيه مثلا دم والكلام ده كله، احنا المفروض نخلص الجلد ده من الدم، ده بقى اسمه الدبغ. في ناس زمان قوي كان بيخلصوها بالملح، يحطوا ملح من جوه وملح من بره في الدبغ نفسه. يجيب مثلا وليكن مثلا هو الجلد اهو، يقوموا جايبين ملح، يحطوا ملح هنا ويحطوا ملح هنا ويحطوه مع بعضه كده لحد ما يبدا ياكل بعضه ويتنضف. طب مس انا رحت وديته عند واحد ونضفه لي ماشي، وراح جايبه لي كده وانا رحت جايبه فرشه الجلد ومصليه عليه، ينفع؟ لا، لازم. ما حكم الجلد بعد دبغه يعتبر؟ هقول له يعتبر زي الثوب المتنجس بالظبط. انت المفروض الجلد بعد ما دبغته تغسله بالميه. ليه اغسله بالميه؟ عشان يبقى جلد طاهر. يبقى الاسئله هنا بتقول الاسئله هنا بتقول اول سؤال بيقول لي كده ما حكم الماء القليل اذا وقعت فيه ميته لا يسيل دمها بقى نقعت بنفسها، اقول له ماء طاهر. طب بما تطهر الجلود بالدباغ؟ طب ما الذي ملح الجلود اللي تطهر بالدباغ وما التي لا تطهر؟ اللي بتطهر بالدباغ الخروف والماعز والابل، كل ده ينفع. التي لا تطهر الحمير والكلب والخنزير. طيب يعني دبغ؟ يعني تخليص الجلد من الفضلات الزائده بس. ما حكم الجلد بعد الدبغ وقبل غسله؟ ما ينفعش، لازم اغسله عشان اصلي عليه مثلا، تمام؟ اقول له ساعتها حكمه كالثوب المتنجس، لازم نغسله بالميه. وكده نبقى خلصنا الجزء الثاني من الدرس الثاني في الفقه. استنونا ان شاء الله باذن الله. لو عايزين الاسئله تتحل ومحتاجين حلها اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا هحلها لكم باذن الله في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس، ونخش ان شاء الله المره الجايه على الدرس الثالث فيما يحرم استعماله من الاواني، الكوبايات والمعالق.
هو ليه ايه اللي ينفع استخدمه وايه اللي ما ينفعش استخدمه. وكده نبقى خلصنا الدرس التاني من الفقه، وان شاء الله استنونا بقى ان شاء الله. كده خلصنا درس اول نحو، درس تاني نحو، خدنا درس اول فقه، درس تاني فقه النشاء بقى كده ان شاء الله لحد ما نخلص منهج اولى اعدادي ازهر. وان شاء الله مش هخليكم باذن الله تحتاجوا حاجه في النحو ولا تحتاجوا درس باذن الله. بس اهم حاجه دعواتكم، دعوه حلوه. لو وصلت بالفيديو لحد هنا دعوة حلوة منك، ولك المثل طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.